المصريين شعب عظيم، وشعب مليان حكايات وعادات غريبة، بعضها يضحك وبعضها يحير، لكن كلها جزء من الهوية المصرية. النهاردة هنتكلم عن أغرب العادات اللي لسه موجودة في حياتنا اليومية، من المطبخ للشارع، من الأفراح للمواليد. جهز نفسك لرحلة فيها دهشة وضحك، وأحيانا شوية غرابة. أول عادة: امسك الخشب. أي مصري لو حس إن حد بيبصله أو بيقوله كلام ممكن يجيب النحس، تلاقيه على طول بيقوله امسك الخشب، كأن الخشب فيه قوة سحرية تمنع الحسد. وعشان الحسد برضو المصريين بيحبوا الخرزة الزرقاء، تلاقيه دايما معلقة في البيت أو في العربية، أو حتى في رقبة طفل صغير. وفي الأفراح في عادة قديمة جدا مظنش موجودة دلوقتي، وهي كسر القلل. بيجيبوا أواني فخارية على شكل قلل ويكسروها قدام العريس والعروسة، والهدف منها هي طرد الشر وجلب البركة. يعني لو فرح عدى من غير كسر القلل تحس إن في حاجة ناقصة. نخش على المطبخ، وهنا أغرب عادة وهي شهقة الملوخية. الست المصرية وهي بتحط التوم والكزبرة على الملوخية لازم تعمل شهقة قوية، كأنها بتدي روح للطبخة، ولو ما شهقتش يقولوا الملوخية مش هتتظبط. ودي تعتبر من أكتر العادات غرابة وإثارة للدهشة عند الأجانب. كمان عندنا عيد قديم جدا وهو شم النسيم. المصريين من أيام الفراعنة بيحتفلوا بالربيع عن طريق أكل الفسيخ والبيض الملون. أي نعم الفسيخ ليه ريحة قوية، لكن بالنسبة للمصريين هو رمزي للعيد. البيض الملون ليه معنى وهو رمزي للحياة والخصوبة والربيع. كمان أسماء أكلات غريبة زي صوابع زينب ورموش الست، ودي الحلويات. أما الممبار الغريب اللي بيجربه أول مرة يا إما يقع في حبه يا إما يقرر ما يقربش منه تاني. كمان أكلات زي الشلولو، ملوخية ناشفة مع ليمون وتوم وبصل، والسكسكية الصعيدية. الأكلات دي بتعكس تنوع المطبخ المصري بين الشمال والجنوب، ومسرح للغرابة والدهشة. الحكايات دي بتخلي المصريين مميزين. نخش على الولادة. بعد ما بيتولد الطفل ب7 أيام، المصريين بيعملوا له أسبوع. بيجيبوا غربال ويحطوا الطفل فيه ويفضلوا يهزوا فيه كأنه بيرقص، ويرشوا الملح ويضربوا أواني، كل ده عشان يبعدوا الأرواح الشريرة. السبوع مش بس احتفال، ده إعلان إن الطفل دخل الدنيا وسط الحماية والبركة. لو قارنا ده بعادات في بلاد تانية، هنلاقي مثلا حفلات تسمية الطفل في الهند، أو حفلات التعميد في الكنيسة بالماء المقدس، كلها طرق مختلفة لنفس الهدف، وهي حماية الطفل وإعطائه بداية جديدة. وفي المغرب برضو العقيقة وهي ذبح خروف. عادة السبوع مزيج من الموروث الفرعوني والديني والشعبي، رغم غرابتها لأنها بتزال حاضرة في معظم البيوت المصرية حتى اليوم. وهي مش مجرد احتفال، هي رسالة أمان وبركة للطفل في بداية حياته. ومن أغرب عادات التشاؤم والتفاؤل عند المصريين، واللي بتبين إزاي الثقافة الشعبية مليانة معتقدات غريبة لكنها جزء من الهوية اليومية. هنلاقي إن في عادات تشاؤم وعادات تفاؤل. نبدأ بعادات التشاؤم. أول حاجة الحذاء المقلوب. لو الحذاء المقلوب في البيت الأمهات بتوتروا جدا وبيقولوا لازم يتعدل فورا، وإلا هيجيب نحس ويعتبر نزيف شوم. القطة السوداء. مرور القطة السوداء قدامك بيعتبر علامة نحس عند كثير من الناس. برضو قص الأظافر بالليل في بعض المناطق بيعتقد إنه يجلب الحظ السيء. وكسر المرآة. في ثقافات كتير المصريين بيشوفوا إن كسر المرآة بيجلب 7 سنوات من النحس. والسفير بالليل بيقال إنه بيجلب الأرواح الشريرة وبيجلب الحزن. أما عادات التفاؤل وهي امسك الخشب ورش الملح والخرزة الزرقاء وكسر القلل في الأفراح، ورؤية العصافير أو الطيور بتعتبر علامة خير وبشارة بالرزق، وسماع زغاريد كلها علامات تفاؤل. العادات المصرية الغريبة دي مش مجرد تفاصيل، دي حكايات بتكشف عن عمق ثقافتنا وعن خوفنا من الحسد وحبنا للبركة واهتمامنا بالمطبخ اللي مليان أسرار وطرائف. من شهقة الملوخية لأسبوع المولود، من الحذاء المقلوب لزغروطة الفرح، كلها لحظات بتخلي المصريين مختلفين ومميزين. ولو عجبتك الرحلة دي وسط العادات والقصص، ما تنساش تدعمنا. اضغط على زر الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحكايات الجديدة أول بأول. خلينا نكمل مع بعض ونبني مجتمع يحب ويتعلم ويضحك ويكتشف. الاشتراك بتاعك مش مجرد ضغطة، هو بداية رحلة جديدة معانا. واكتب لنا في التعليقات ايه أغرب عادة سمعت عنها في مصر أو في بلدك، وشارك الفيديو مع أصحابك.